السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. يلا بينا بقى فيديو جديد ويوم جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسونيش بدعوة حلوة، ولو انت مشتركة جديدة زي ما اتعودت معايا بحب الدعوة منكم. لو شفتوا الفيديو بتاعي كده ادعوا لي دعوة حلوة، وان ما عجبكوش قولوا الله يسامح. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. طبعا بما اننا بقى داخلين بقى ايه، يعني الجو حلو كده وبقى حلو. فاحنا بقى ايه، لو انت بقى يعني ام كده لاولاد صغنطاطين كبار، انا عن نفسي ولادي شباب، فعايزه اقول لك بقى ايه، تعملي لهم بقى كده افكار سهله وفي نفس الوقت تكون اقتصاديه. وانا عارفه بقى ان انتوا طالعين من الدراسه مقشفرين او من المدارس يعني. يلا بينا نسمي بسم الله. ولو انت عايزه تعملي حاجه بقى لاولادك، حاجه حلوه كده، تعالي بقى ايه اخترعي معايا. عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، ضفت لهم معلقتين صغيرين من السكر، نص معلقه من الملح، وميه للعجن. بس هي دي المكونات بتاعتك يا صفاء، هي دي المكونات. اول حاجه بقى نبتدي ناخد 4 كوبايات العجين دول. الدقيق هلخبط اهو هلخبط. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بنبتدي ناخد بقى العجينه كده، عايزين عجينه ما تكونش طريه قوي وما تكونش ناشفه قوي، خير الامور الوسط. بس مش عايزاها لا بتلزق في الايد ولا تكون طريه معايا، عايزاها ايه شاده شويه. ليه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل بقى العيش السوري بطريقه سهله جدا جدا جدا. يا تعمليه رقاق طري يا تعمليه عيش سوري بالطريقه اللي انت بتحبيها. يعني انا قلت بقى ايه اخترع لهم اكله كده حلوه. ويلا بينا نسمي بسم الله. اول حاجه عندي العجينه، بعد ما عجنتها بالشكل ده صراحه بقى ايه قطعتها على طول. كالعاده انا ببقى احب اسيب العجين يرتاح، قلت لا ايه هقطعه واخلصه وبعد كده اسيب العجينه ترتاح. قطعت العجينه لجزئين وابتديت كده اقطعها لقطع صغيره عشان اكورها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كوره كده قد الليمونه الكبيره، ونبتدي كده نسوي ما بين قطع العجين. وعايزه القطع تبقى قد بعضيها زي ما انت شايفه. عايزه اقولك ان دي من الحاجات السهله جدا اللي هتبسط الولاد وهتبسطك كمان. وهتقولي طب انا ما بحبش العجين يا صفاء، عايزه اقولك جربي وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. سهله جدا يعني، المكونات مش فيها حاجه. ده شويه دقيق عندك، كوبايتين دقيق هتحط عليهم معلقه سكر، نص معلقه ملح، وميه للعجن. ولا طالبه منك اي مكونات، زي ما انت شايفه كده حاجه سهله وبسيطة جدا. هتقولي في ناس بقى تقولي انت فاضية وقايمة تعجني ومش تعجني. صدقوني يا جماعة والله ما هتاخد منك وقت. وبعدين احنا أنا يعني مش بنعجن كل يوم. يعني انا اليوم اللي بحس ان انا هعجن فيه اروح مصورة على طول. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. كورنا بقى ايه الكور قد بعضيها. بظبط بقى الصغيرة اظبطها لك، اذا قد الكبيرة الكبيرة اخد منها احط في الصغيرة لغاية ما اخلي الكور قد بعضيها. كده بقى هسيب بقى العجين عندي يرتاح، هحط عليه فوطة او كيس كده بلاستيك اغطي عليه عشان ما ينشفش معايا، واسيبه تقريبا 10 دقايق او ربع ساعة وارجع له تاني. بس هقولك على حاجة مش هكدب عليكي، انا رجعت له على طول واشتغلت فيه على طول. هنسمي بسم الله. هنجيب بقى اول كرة عندنا كده ونبتدي نفردها. هنرش رشة من الدقيق، بس انا نسيت ارشها دلوقتي عشان العجين ما يلزقش معايا على الرخام. ادي رشة الدقيق كده، ونبتدي ناخد العجينة عندنا ونبتدي ندورها ايه لدايرة كده وسط بالشكل ده. هنفرد هنا بقى ايه 4 دواير، يعني 4 كور نفردها ال4 دواير بالشكل ده. عايزة تفرديها كلها مرة واحدة وترتاحي منها يكون اسهل. بس انا ايه حبيت بقى ايه عشان ما اطولش عليكي الفيديو اكتر من كده، حبيت ان انا اعمل دور واحد. انما انت بقى لو انت بتشتغلي بقى في المطبخ تعملي ايه، تاخدي بقى ايه كل كور العجين دي وتفرديها لدوائر وسط زي ما انتم شايفين كده. خدت بقى رابع واحدة بالشكل ده. ولو انت اول مرة تعمليها ممكن تجربي في 3 بس صدقيني سهلة جدا والله. انت سمي بسم الله وان شاء الله الحاجة بتبقى سهلة والله العظيم ما فيها اي حاجة. باجي بقى عند اخر واحدة بكبرها شوية
عشان لما اجي احط عليها الدوائر التانية هقولك ليه، لما اجي افردها يبقوا ايه، يعني يبقوا قد بعض. فانا بسيب الاخرانيه او اللي هي الرابعه بروح فردها شويه زي ما انتم شايفين زياده شويه عن باقي الدوائر، وابتدي ادهنها بقى دهنه زيت حلوه، يعني اخلي ما فيش اي فراغ يكون في زيت، وادهن اللي جنبها بالشكل ده. وهروح جايبه الدقيق، رشه دقيق، وممكن تعملي عجينه زيت ودقيق، بس انا بحب الطريقه دي بتبقى سهله معايا. وابتدي احط اللي انا دهنتها وشها زيت كده، وابتدي برضو ادهنها من الناحيه التانية بالشكل ده، وبدهن واحدة تانية بالزيت اهو. وابتدي اجيب برضو رشة الدقيق، ارش على الاساس اهو، واخد اللي هنا دهنها زيت اقلبها بالشكل ده، وابتدي ادهنها تاني زيت. زي ما انتوا شايفين كده، ما بين كل رق ورق بدهن دهنة الزيت، دهنة تكون حلوة ورشة دقيق حلوة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اخد بقى رابع واحدة اللي هي برضو دهنها زيت، واقلبها يبقى الوش الاخير مش مدهون زيت. كده 4، ممكن تعملي 5، ممكن تعملي 6. أنا آخر دور والله عاملاه 6 وحدات فوق بعض. نبتدي بقى نفردها كده، ونحسينا إن في حاجة قصرت شوية نبتدي نفردها ونخليها قد بعض. عرفتي ليه بقى أنا خليت الدايرة الأخرانية تبقى كبيرة شوية؟ عشان يبقوا قد بعض بالشكل ده. واللي حسيتي إن في واحدة أصغر من الباقي عادي بقى خلاص افردي زي ما انت شايفة كده. والعجينة ما شاء الله دي كمان أنا اشتغلت فيها على طول، ما سبتهاش إنها ترتاح، يعني ما كملتش 10 دقايق راحة. بحاول اسويها مع بعضيها اهي. وخلي بالك ان انت لما بتفردي رقات العجين مش لازقه في بعضيها. يعني دول كده 4 رقات. ولو انت عايزه اللهم صل على النبي، عايزه المقاس اكبر من كده زودي بقى قطعه العجين عشان يطلع معاكي اكبر. ممكن بقى كمان بعد ما خلصناها كده وانت عايزه الدايره مظبوطه، تجيبي طبق او صينيه حلوين كده تحطيهم على العجين وتدوري العجين حلو. بس انا حاسه ان الدايره بتاعتي يعني ايه، حاجات بسيطه، فانا مش عايزه اهدر في العجين. بالشكل ده بقى جبت صينيه قلبتها على النار، سبتها ايه تسخن، يعني مش تسخن قوي، تسخن عادي. بعد كده حطيت العجين عندي بالشكل ده، ما بياخدش ثواني مش دقايق، ثواني على النار. عايزه بقى تفردي باقي العجين وتكوني مجهزاه وتسوي مره واحده، اتكل على الله. بصي ما خدتش ثواني، انا ما قطعتش الفيديو، ودي المده اللي انتوا شايفينها. بصي ابتدى على طول يفصل عن بعض اهو بالشكل ده. سخنه طبعا اهي. تعالوا بقى نجيب بقى ايه، هنقلبها ونجيب بقى اول واحده. بص عامله ازاي، ما شاء الله. سوري ده بقى ولا مش سوري اهو. سهل جدا، هتعملي بيه سندوتشات في منتهى الجمال، والله ما بياخد وقت. مش هتصدقوني ان انا عملتها تاني يوم بالليل يعني بالشكل ده كده اهي. سخنه عشان كده حطها بسرعه. جيت الدور التاني اهو، وادي الدور الاولاني ما شاء الله، وطري وطراوه جميله وحاجه كده من البيت وضمن نظافتها. ومش هتاخد منك وقت، انت عارفه كوبايتين الدقيق دول ولا يكلفوكي اي حاجه. يعني انت لو بتجيبيه بره ب20 ب30 بقوا 8 وحدات، شوفي انت عملتي كام واحده وايه بكام كوبايه دقيق. بس انا عملت كميه باربع كوبايات اهي. بصي بقى الواحده ما بين التانية فاصل خالص. جربي ومش هتندمي ان شاء الله. بس اهم حاجه ان انت تدهني الزيت حلو ما بين الرقات، وترشي رشه الدقيق بتاعتك. وادي اهو، ودي اخر واحده طبعا سخنه. بصي طري حرير. وابتدي احط برضو اللي بعد كده. ادي بقى الكميه اللي احنا عملناها. والله ما شاء الله ما خدوا، والله ما خدوا مني وقت. وما شاء الله عاملين عدد زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله طري كده وجميل. وزي قلت لك بقى عايزه تظبطيه ظبطيه بقى بصينيه كده. بس انا بصراحه ايه قلت هو ما شاء الله يعني الدايره مش مظبطه قوي، بس حلو مش فيه اي حاجه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله من الاول للاخر. الحمد لله. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا كله بمشيئه ربنا. احنا نسمي بسم الله وان شاء الله
مرة في مرة. لو انتي مش بتحبي تعملي الحاجات دي هتعرفي تعمليها. بصي عملته مثلث، عملته مربع بالشكل ده كده. تعمليه رول بقى اللي هي السندوتشات السوري بتاعتنا بالطريقة اللي انت عايزاه. عايزة اقولك ان الحتة المفتحة دي بتبقى من تفتيحي سخنة فبتروح فاصلة عن بعضيها، انما هو ما كانش لازق خالص، سهل جدا، طري جدا. ما شاء الله. اعملي كمية حلوة وحطيها في الفريزر، هتستخدميها بعد كده. والله وانا بسجل معاكم دلوقتي بنتي كانت بتزعلي تقول لي يا ماما انت ليه بتخليني اشتري اللي هي اللي في اكياس جاهزه كده، ليه بتخليني اشتريها؟ ما انت بتعملي حاجات يعني احسن والله يا ماما. فلسه دلوقتي فبصراحة حاجات حلوة في البيت ومش مش مكلفة زي ما انتوا شايفين كده. اعملي بقى سندوتشات بطاطس بشوية كاتشب وشوية مايونيز، اعملي فراخ، اعملي لحمة مفرومة، عندك شوية جبن، احشي بأي حشوة موجودة. سهل جدا وبسيط زي ما انتوا شايفين كده، وكمية حلوة جدا. تخيلي بقى كيلو الدقيق يطلع لك قد ايه. تعالوا بقى نسمي بسم الله كده. هضحكوا بقى. عندي يعني زي ما انتوا شايفين قطع من اللانشون محطوطة في الفريزر. عندي ملاقي الاستخدام بقى بسيط عليها، فبروح واخدة الطبق حاطاه بحاله ايه، حاطاه في كيس تلاجة كده وحطاه في الفريزر. وقت ما نعوزه بقى اعمل بيه اي حاجة زي ما انتوا شفتوا. فطلع لي بقى الكمية ديت. قلت بقى ايه اهي تنفع للحشو زي ما انتوا شايفين كده. وابتديت بقى اقطعها بالشكل ده. طبعا لسه طالعه من الفريزر يعني حتى ما سبتهاش يعني ان هي ايه تفك. وابتديت اقطعه لقطع صغيره بالشكل ده كده. نستغل بقى اي حاجه تكون مركون. عندك قطعه فراخ مطبوخه طلعيها واعمليها مع بصل وفلفل وشويه توم وشويه توابل، هتغيري النكهه بتاعتها خالص. عندك قطعه لحمه مفرومه صغيره حطي عليها فلفل جزر، شويه توابل شويه خضار، وتبقى حلوه للحشو. مفيش اي لحوم، شويه بطاطس محمرين هتحطيهم معاهم فلفل، معاهم شويه طماطم، خس كابوتشا لو موجود، اي حاجه، اي افتكاسه موجوده عندك للحشو احشي بيها. حطيت هنا بقى جبنه موتزاريلا، شويه فلفل، شويه زيتون على اللانشون، وعملت طبق ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. زودته كمان شويه جبنه موتزاريلا زياده اهو. ودي كانت الحشوه جاهزه عندي. وادي العيش السوري. هنبتدي بقى نسمي بسم الله. جبت شويه مايونيز كده، رشه بسيطه عشان عندي ولادي ما بيحبوش الصوصات تبقى كتير. وادي رشه من الكاتشب. مش موجود هكتفي بالحشوه اللي موجوده زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى اقفلها من الجنبين وابتدي الف الرول بتاعي اهو. اظن اسهل من كده مفيش. نجيب بس صينيه نحط عليها. اعملي بقى ايه رول، اعمليه مربع، نعمله مربع دلوقتي. سمي بسم الله كده. وباخد بايدي عشان عارفه ان ايه الحاجه جافه يعني مش فيها حاجه. بص انا حطيت هنا على جنب الاصول ان انا عايزه اعمله مربع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثير. نصلي كده عشان الواحد ايه عمال بينسى. فقمت بقى ايه دخلتها شويه زي ما انتم شايفين كده وقفلت عليها. دماغ ضايعه خالص احنا على فكره كنا تقريبا الساعه 2:30 بالليل والله. المهم خدت بقى بعد كده وابتديت اظبط وافتكر هنحط بقى ايه كام سندوتش فيه صوص كاتشب ومايونيز، وكام سندوتش من غير ايه صوصات حسب الطلب. هنبتدي نعمل رول كمان بالشكل ده زي ما انتم شايفين. سهل وسريع وحلو وخفيف. ولو انت عايزه تكبري الحجم عن كده كبريه. هنبتدي نقفل عليه من الجنبين بالشكل ده ونلف رول. وبكده خلصنا بقى تكملة الحاجات. حشيت الكمية اللي انتوا شايفينها دي. وادي الكمية الباقية هقفل عليها بالشكل ده كده. طبقها كده واحطها في كيس
وادي العيش السوري بتاعنا بأسهل طريقة. وصفة بجد سهلة جدا، هتنفعك لو انت عندك ولاد صغيرين هتحطها لهم في اللانش بوكس، عندك شباب هتعجبهم جدا، هتعجبنا احنا ككبار. حاجة في منتهى الجمال وفي نفس الوقت اقتصادية وانت اللي عاملاها في البيت. جبت بقى الطاسات اللي عندي كده حطيت في كل طاسة الكمية بقى اللي احنا عايزين نعملها. قلت بدل ما اعمل في حاجة واحدة اعمل في حاجتين عشان اخلص على طول. وابتديت ارصه ادهنه دهنة زيت كده واحطه، وبعد كده دهنت من على الوش دهنة زيت. وبكده خلصت السندوتشات عندي، او العيش السوري او السندوتشات السوري. زي ما انتم شايفين عملت رولات، عملت مربعات. وده الشكل بقى، سبته على النار بقى اشوفه لون من تحت ولا لا. وخلي بالك ان انت النار ما تبقاش عالية قوي لانه بيلون بسرعة. وهنبتدي نشوف بقى اول واحدة حطيناه اللون معقول كويس. نبتدي نقلب بقى الناحية التانية بالشكل ده. هنبتدي نوقفه بقى كده على الجنب ده وعلى الجنب ده شوية. المكان الفاضي ده ابتدي احط فيه تاني اهو. ودي الكمية اللي انا عاملاها. بس انتي بقى معلكي الا انك تبشريه على النار. وعلى فكرة مش بياخد وقت، بيلون بسرعة. وانا واقفة اشوف ده واشوف ده كده. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبي بقى بسم الله كده وصلي على حبيبك الرسول، وانت هتلاقي الحاجة ما شاء الله ما بين ايديكي. بصي السندوتشات في منتهى الجمال، تعمليها لأهل بيتك بقى أيا كان السن، هتبسطهم جدا. نبتدي بقى نطلعه. ودي كانت السندوتشات بتاعتنا جاهزة على التقديم، حاجة كده في منتهى الجمال. شوفي بقى بره لو انت بتعمليه هتكلفيه قد ايه. زائد كمان ان انا عينت منه في الفريزر اهو. شوفي بقى السندوتش جوسي كده وحلو من جوه ومقرمش من بره، حاجة في منتهى الجمال. عايزه اوريكم الساده بقى اللي انا مش حاطه فيه صوصات، حاطه فيه الحشو بس. والحشو ده بقى بيختلف بقى من بيت لبيت، او انت بتعملي الحشو اللي ولادك يحبوه. بصي ما شاء الله حاجه كده في منتهى الجمال. حاجه هتعمليها في البيت 10/10. تنسينيش بقى لو عجبك الفيديو بلايك حلو. تعالوا بقى نحضر الغدا مع بعض ونشوف هنعمل ايه. عندنا بقى كميه كده من البصل زي ما انتم شايفين، وشويه من الفلفل، والفلفل الحراق والفلفل البارد، وطماطم وكام فص من الثوم. هنبتدي نقطع البصل كده تقطيع حلو. هنعمل هنعمل صينيه فراخ في الفرن سهله، تعمليها كده على طول اول ما الولاد يجوا تكوني مخلصاها، ولا تقفي في المطبخ كتير ولا تعملي حاجه. صينيه فراخ بقى في منتهى الجمال، مع عيش مع شويه طحينه مع شويه سلطه شويه بطاطس محمره لو عايزه تحمري بطاطس. حاجه اسهل من كده مفيش. وتغيير في الاكل. عندي طماطمتين قطعتهم برضو، ونقطع التوم نقطع البصل الفلفل كل الحاجات دي. وفي فلفل حراق انا مطلعاه دوت مطلعاه من الفريزر. حاول بقى نقطعها عشان لما نيجي نفرمها في دورق الخلاط تبقى سهل. وادي الطماطمتين قطعتهم لقطع صغيره كده. تعالوا نجيب بقى الدورق بتاع الخلاط. هنضيف فيه تقريبا في الدورق هنضيف فيه كوبايه كده من من الميه. كوبايه كبيره حلوه كده. وطبعا ده بيختلف بقى تبع كميه الفراخ اللي انت عاملاها. نبتدي هنا بقى كده. برضو الأكلة بتاعتنا اقتصادية جدا، لأن احنا مستبدلين الفراخ عاملين جوانح للجوانح. فالجوانح من الأكلات السهلة والبسيطة والاقتصادية، وتبع في ناس ما بتحبهاش وفي ناس بتحبها. أنا عن نفسي بنحبها في البيت جدا.
بعد كده نبتدي بقى نضيف التوابل: توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، شوية من الشطة حسب الطلب، شوية بابريكا، شوية توابل فراخ. كل التوابل دي انا طبعا وانا بضيف التوابل المشهد اتقطع، فانا ضفت بقى التوابل اللي انا قلتلك عليها كلها مع كمية الملح. وابتديت اجيب الجوانح عندنا بالشكل ده، مغسولة ومتنضفة وزي الفل. ودي الكمية بقى اللي احنا هنعملها. ورصاها بقى كده في الصينية، وابتدي انزل عليها بالخضار اللي احنا فرمينه، اللي هو البصل والفلفل والثوم والتوابل. نبتدي نسمي بسم الله. وده الخليط عندي. الخليط ده بقى لما بيتاكل بالعيش بقى مع شوية الطحينة بيبقى جبار. طبعا بقى لكي انت كمية الفراخ، يعني عايزاها فراخ كاملة ماشي وتقطعيها، عايزاها وراك ماشي، عايزاها صدور ماشي، زي ما تحبي. القطعة اللي انت بتحبيها اعمليها، احنا عاملين هنا جوانح. وابتديت بقى بعد كده اتبلها بقى بالبصل حلو جدا، وسبتها في التلاجة لوقت الغدا. كنت انا خرجت رحت مشوار سبت بقى الوالدة تحطها في الفرن. وكنت انا عملت شوية طحينة وجاية من بره، يعني انا جاية من بره لقيتها استوت كده زي ما انتوا شايفين. ده الشكل بتاعها، بتبقى في منتهى الجمال. البصل بقى، طبقة البصل دي خطيرة في الاكل. بس سخنة، مش عارفة، عايزة احاول اطلعها وبصور بايد. عايزة اقولك انها في منتهى الجمال ومتحمرة حلو جدا، وصوص البصل روعة. عملت جنبها شوية طحينة، شوية عيش، لان انا كنت بره فاكلة سريعة. ممكن تعملي جنبها شوية سلطة، تعملي حمري جنبها بطاطس. المهم يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، متنسونيش بدعوة حلوة ولايك حلو من ايديكم.